مساء الفل عليكم. اكتر وصفة بتسهل عليها فطار بقى، صيام، مدارس، شتاء، صيف، هي وصفة الكريب. لان ناس كتير جدا بتبقى عايز تعمل كريب او تعمل مثلا عيش شاورما او حاجات زي كده تعملها في البيت، لان الاكلات دي بتكون بره اسعارها غالية. تعالوا النهاردة اول حاجة هقولها لكم ازاي انا بطلع اي نوع بطاطس مقرمش، حتى لو بطاطس طبخ ازاي تطلع مقرمشة. سر هقوله لكم النهارده، ومعلقه هنضيفها للزيت وهو بنقلي فيه البطاطس. بجد بجد هتقولوا ازاي احنا معداش علينا المعلومه دي قبل كده. بطاطس مقرمشه زي بتاعت بره واحلى، واتحدى اي حد يقول ان البطاطس هتطرى بعد الوصفه دي. وبعد كده بقى هنعمل العيش اللي هنلف فيه البطاطس كساندوتشات كده حلوه، وتكنينه بقى عن شراها بره، وتنفعنا طول فتره الصيام لانها بتكون يعني اكله حلوه ولادنا كلهم بيحبوها. تقدروا تدوها لهم في اللانش بوكس، وكمان تقدروا تعملوها غدا جميل كده، او تقدروا كمان لو طالعين رحلة أو قاعدين في مكان تبقى بالنسبة لكم أكلة سهلة وسريعة وبسيطة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ما تنسوش بقى لايك وشير، تشتركوا في القناة، فعلوا جرس على كلمة الكل، وما ما تنسوش كل يوم ان شاء الله في وصفة جديدة. وخلاص بدأنا في الوصفات الصيام. اول حاجة هنبتدي نعجن العجينة اللي احنا هنشتغل بيها. هجيب هنا كوباية ونص من المية، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الزيت، ومعلقة صغيرة من الخل. تمام. والميه طبعا بتكون دافيه. ونبتدي ان احنا نقلب كويس بالشكل ده لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها. بعد كده هننزل على طول بعدها بايه؟ بالدقيق. دول حوالي كوبايتين وتلات ارباع دقيق، يعني فيما يعادل 3 كوبايات وربع دقيق، 3 كوبايات الا ربع دقيق. عليهم ايه بقى؟ عليهم معلقه كبيره من معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح. تمام. بنقلبهم كويس زي ما انتم شايفين كده، بندخلهم نخله حلوه، وبعد كده بنبتدي نعجن. طبعا انا حاطه 3 كوبايات الا ربع دقيق. دول هيعملوا كام واحده؟ دول هيعملوا كتير على فكره، يعني انتم ممكن تعملوا كوبايه واحده بس. بس انا عشان عامله كميه فانا عامله 3 كوبايات الا ربع من الدقيق. لو عايزين تعملوا مقادير 3 كوبايات بالظبط هتضيفوا كوبايه وتلات ارباع ميه. كوبايه وتلات ارباع ميه. هتعجنوها كويس قوي بالشكل ده لحد ما تبقى العجينه معاكم متماسكه وحلوه ومفيهاش اي تلزيق خالص. هتسيبوها ترتاح، بس بعد ما تقطعوها كده تقطعوها على حجم الطاسه اللي عندكم. يعني مثلا انتوا عندكم طاسه كريب كبيره او طاسه تعملوا فيها عيش شاورما كبيره، دي تمام مفيش مشكله. لا، عندكم طاسه صغيره قطعوها صغير عشان ما تضطروش ان انتوا ايه بعد ما بتقطعوا تساووا. يعني حاولوا ان انتوا تكون ايديكم كده مقياس للطاسه اللي عندكم. بعد كده بتسيبوهم كده 10 دقايق، وبعد 10 دقايق تبداوا ان انتوا تفردوا فيهم. تفردوا بمنتهى البساطه. لا مش هتلاقوا لا تلزيق فيها ولا اي حاجه، تلاقوا العجينه حلوه وبتتفرد معاكم بكل سهوله. اي ان الشبكه كده صغيره هتأدي الغرض. تمام. هتبداوا ان انتوا تفردوها بسمك، يعني مش هنقول زي الفطير بس اتخن سنه، بس برضو مش زي العيش، يعني اقل من العيش بشويه. تمام يا جماعه. في الوقت ده هنكون جايبين الطاسه بتاعتنا وفاتحين عليها النار، مسخنينها. ومش بنضيف اي ماده خالص دهنيه للطاسه، احنا بنسوي العيش بتاعنا ده على طول جوه الطاسه من غير اي ماده دهنيه خالص. وبيسوى على الطاسه بمنتهى البساطه. مش محتاج اي بصوا الوصفه دي مش محتاجه اي افلام، يعني مش عايزه اقول لكم هي محتاجه مجهود ولا محتاجه وقت ولا مكونات. لا، هي سهله وبسيطه، بس لما بتقدميها بتبان ان انت بصراحة عاملة الحاجة الواو. هتسووها تسوية خفيفة كده، وبعد كده هتبدأوا ان انتوا تجيبوا الطاسة اللي سخنتوها وتبدأوا ان انتوا تحطوا فيها العجينة بالشكل ده. بصوا يعني هي لحظات لحظات بتلاحظوا خلاص ان هي ابتدت تعلى من الجناب، خلاص تقلبوها على الناحية التانية مباشرة. طبعا احنا مش بنسويها 100% في الطاسة، لانها لسه بترجع الطاسة تاني بعد ما بتتحشي. خلصنا الكمية كلها، شايفين اظن باين جدا ان هي طرية جدا ما فيهاش اي تقطيع خالص. بنغطيهم في فوطة كده وكيس ونسيبهم، ونبدأ ان احنا نعمل البطاطس بتاعتنا. انا النهارده قررت ان انا احشي بطاطس، بما ان البطاطس دي يعني اكتر حاجه الناس بتحبها في الشتاء، واكتر حاجه تبقى حلوه قوي في عيش الكريب او عيش الشاورما. هنجيب البطاطس هنقطعها، ايا كانت البطاطس هنقطعها ونحطها في ميه عاديه من الحنفيه، لا هي ميه سخنه ولا هي ميه ساقعه، ميه عاديه جدا. تمام. وهنبتدي نحط معاها معلقه ملح، ومعلقه وعصير ليمونه، ومعلقه بيكنج باودر صغيره، كمان معلقه ملح، معلقه بيكنج باودر صغيره،
ونص ليمونه، ونسيبهم كده مترقدين في الميه حوالي نص ساعه. بعد نص ساعه بصفي البطاطس خالص وابتدي على طول ان انا اقليها في زيت يكون غزير ودرجه حرارته عاليه، بس ما تسيبوش الزيت يدخن، يعني يبقى سخن بس. هي دي المعلقه اللي احنا ضفناها طبعا للبطاطس، وهي الزيت او هي البيكنج باودر، معلقه صغيره يا جماعه بنضيفها قبل ما بنحط البطاطس في الزيت جوه الميه، بتدي قرمشه فظيعه وبتخلي لون البطاطس ذهبي بشكل مش طبيعي، وبتخلي البطاطس حلوه جدا جدا. طبعا بتضيفوها في الميه مش بتضيفوها في الزيت علشان خاطر ما تفرش معاكم، تمام؟ ده بيبقى شكل البطاطس حلوه جدا جميله جدا مقرمشه، بتطلعوها لما نادي المطبخ صدقوني مش بتبقى يعني فيها اي زيوت خالص ولا محتاجه، بتبقى حلوه قوي قوي. نبتدي ان احنا نعمل السندوتشات بتاعتنا. بطاطس، محتاجين بطاطس، محتاجين كاتشب، وطبعا انا عامله لكم الكاتشب البيتي وهسيب لكم اللينك بتاعه صندوق الوصف. محتاجين اي مخللات تكون عندنا نقطعها كده صغير، وكمان لو شرايح عندنا طماطم وشرايح كمان من البصل المخلل بتبقى حلوه جدا جدا. هنبتدي ان احنا نجيب الساندوتش بتاعنا بالشكل ده، وطبعا نبتدي ان احنا شايفينه ولا شقه ولا تقطع ولا اي حاجه. هنبتدي ان احنا نفرده. طبعا في طريقتين، اما انتوا تعملوه زي المثلث او تلفوه رول، الاتنين بيبقوا حلوين جدا جدا. بتحطوا طبعا البطاطس الكميه اللي انتوا عايزينها. بعد كده بقى بتبداوا ان انتوا تحطوا الكاتشب بتاعكم، تحطوا المخللات بتاعتكم، وبعد كده بتحطوا طماطم، تحطوا شرايح البصل، على فكره ممكن تحطوا خس بيبقى جميل جدا جدا بالخس بشرايح الخس. وبعد كده بقى بتلفوا كويس، تكونوا مسخنين الطاسه تاني، ترجعوا الساندوتش فيها ياخد لسعه كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي عشان يبقى مقرمش زي بتاع بره. طبعا تقدروا تحطوا اي صوصات انتوا حابينها بقى، كاتشب، مايونيز، مستردة، او لو هتعملوا صوص بتاع كنتاكي، كل الحاجات دي انا عاملاها لكم في القناه. بس كده وصفتنا سهله وبسيطه وسريعه، ومتهيأليش لا خدت وقت منكم ولا مجهود ولا مكونات كتير. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى لايك وشير، تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في كومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني، وقولوا لي بتتابعوا القناه منين، وقولوا لي ايه الوصفات اللي عايزين تشوفوها الفتره اللي جايه. كمان هسيب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك عشان لو الناس حابه تتابع الوصفات المكتوبه هتلاقوها على صفحه شيف نرمين الماجد على تطبيق الفيسبوك. كنت معاكم شيف نرمين الماجد، بألف هنا وشفا يا رب. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم دايما على خير قريب.